السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل كيك برتقال سهل وسريع ويتعمل في اسرع وقت. معانا كوبايه دقيق، كيس كيك شيف، هنخلهم كويس جدا وهنضيف الكيس كامل. آه معانا في الخلاط 2 عدد بيض، صفار وبياض، البيضه كامله. هنضيف عليهم 2 كيس فانيليا. عدد الفانيليا مرتبط جدا بعدد البيض. استخدمتي بيضة 2 3 10 بيبقى قصادهم لكل واحدة، يعني النسبة 1:1. فانيليا. معانا كوباية كبيرة لبن، اللبن يكون مغلي ومتبرد. نص كوباية مادة دهنية، زيت، سمنة، زبدة، اي مادة دهنية انت حباها او تخلطي ما بينهم. بنضيف الخليط السائل على الخليط الناشف الجاف. ودي تركية جامدة جدا. دي التركية اللي انا بعملها وبجد بجد بتطلع نتيجة مبهرة. ما بقدرش استغنى عنها طول الصيف ولا الشتاء، وبخزن من الشتاء للصيف علشان ما احتاجش لاي ماده صناعيه فيها طعم او لون صناعي. دي معلقتين كبار هرميين بشر برتقان على سفندي. بجد بجد يا جماعه بتدي افكت حلو جدا وبتدفي البيت كده، وفي الفرن بتطلع ريحه جميله جميله جميله. ده قوام الخليط اللي انا عايزاه. قبل ما بنبدأ بنكون شغلنا الفرن ودفيناه كويس علشان البيئة بتاعت الكيكة اللي هتدخل فيها تكون حلوة. يعني ما تخليش الكيكة تهبط، ما تخليش الكيكة تعلى بسرعة وتشقق ومن جوه ما تبقاش مستوية. فاهمين قصدي؟ طلب صغير، عايزاكم تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك، كومنت جميل زيكم، وتتابعوا كل جديد. وتقولوا لي في الكومنتات عايزين الفيديو القادم يكون عن ايه ان شاء الله، وايه الحاجات اللي انتوا بتحبوها، التفريزات ولا الحلويات ولا الطبيخ العادي، عشان يعني اكون مركزة اكتر على الحاجات اللي انتوا بتحبوا تشوفوها. نرجع للفيديو بتاعنا. احنا هنا كنا بنغلف الصينية بمادة دهنية اللي هي استخدمناها جوه الكيك نفسه. ده زيت برضو، انا بحاول ان انا يعني امشيه عليها كلها علشان ما فيش حته يكون فيها مادة دهنية وحته تانية لا. يفضل يا جماعة اي عجين هنعمله نستخدم فيه الألمونيا. الألمونيا بتدي نجاح للوصفة بتاعتك ايا كان. هي بيتزا، كيك، اي حاجة فيها معجنات يفضل انك تعمليها في ألمونيا. ان شاء الله برضه لما نعمل حاجة العيد هتشوفوني وانا بعملها في الألمونيا. دي صينية الكيكة، وهي ده الخليط اللي انا بقول لكم عليه. مش متماسك لدرجة انه مترابط، وفي نفس الوقت مش خفيف لدرجة انه سايل قوي. هو في الوسط كده بيبقى حلو جدا. البشر بتاع السفندي والبرتقال صدقوني هينقل الكيكة في حتة تانية خالص. ان شاء الله الفيديو ده هينزل النهار بكرة. آه انا بجد بجد الكيكة دي يعني هي جميلة قوي. انا كل وانا رايحة وجاية كده عمالة ادوق منها، بس هي فعلا جميلة جميلة جميلة. ان شاء الله تجربوها وتبقى زي العسل.